تمكن مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم من إقناع موهبة نادي سبورتيك براغا البرتغالي زياد مورا الفيلالي من أجل الانضمام للمنتخب المغربي تحت 16 سنة ليخوض معه معسكرا تدريبيا سيقيم الأشبال بمدينة زاغريب الكرواتية في الفترة ما بين 12 و20 من مايو، حيث سيواجهون وديا منتخبات كرواتيا، إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت مصادر بأن اللاعب الذي يملك والده الجنسية المغربية فيما تحمل والدته الأصول البرتغالية زياد الفيلالي وافق على الانضمام للمنتخب المغربي رغم متابعته دوما من طرف مسؤولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. وتحدث المصدر في هذا الإطار ذاكرا الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يعد يهتم فقط باللاعبين داخل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وهولندا، حيث ينتشر هناك كشافة الاتحاد، لكن اللاعبين في البرتغال يكون لهم نصيب من المتابعة أيضا. لذلك وجه الاتحاد المغربي دعوة للاعب الفيلالي حتى ينضم للمنتخب المغربي للناشئين. وأضاف المصدر رغم اهتمام الاتحاد البرتغالي باللاعب الفيلالي فإن أسرته وافقت على تمثيله المغرب، وسيتم اختباره في معسكر التدريب المقبل بمدينة زاغريب الكرواتية مع لاعبين آخرين قادمين من أوروبا وسينافسونه بشكل قوي. وفي سياق متصل عاد الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستدعاء اللاعب إلياس بنان للمعسكر التدريبي ذاته الذي سيخوض الأشبال، رغم أن الأخير لا يملك أي فريق بعدما جرى تخلي عنها من طرف إدارة نادي جانكا البلجيكي الشهر الماضي بمجرد إعلان تفضيل اللاعب للمنتخب المغربي على حساب المنتخب البلجيكي. من جهة أخرى أيضا تم استدعاء اللاعب لويس ماغوزا قائد ريال بيتيس من جديد للمنتخب المغربي تحت 16 سنة بعدما كان قد دشن الحضور الأول في المعسكر الماضي بالمغرب.